السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد. طبعا بحاول أختصر الموضوع عشان الكل يستفيد، وأتمنى من الجميع يتابع الدرس للأخير. أول شيء بخصوص بعض الأشخاص، بعض الأخوة الذي كل شوي منزل درس في اليوتيوب. هكر الواي فاي، برنامج هكر الواي فاي يحتاج روت، وتكذب على الناس وتخلي الواحد ينزل روت لجواله ويخسر جواله. اول شيء بخصوص البرنامجين هذا الاكثر شهرة يعني في هذه الايام، هذا البرنامج الاكثر شهرة يعني الموجودة يعني في الدروس كثير في اليوتيوب. ويحتاج هذا برضه هذا البرنامج، يعني هذا البرنامج مع هذا البرنامج لازم تنزل البرنامجين حسب شرح الاخوة في اليوتيوب. ويدعون انه هذا البرنامجين يقلب الرقم السري لاي واي فاي، ويحتاج روت. والمسكين هذا الذي يتابع الدرس يروح ينزل روت لجواله ويخسر جواله. اول شيء بخصوص الروت، الذي يقول لك الروت لا ما يسوي شيء في الجهاز. الروت هو بس ما تقدر ترجع الضمان وكذا، لا يسوي في الجهاز. من الذي يقول انه ما يسوي؟ الروت هذا ينهي الجهاز، يدمر الجهاز. والله اني ندمت لاني نزلت روت وثبت الجوال. من مشاكل الروت، اول مشكلة المقاطع في اليوتيوب يشتغل شوي ويوقف المقطع. المشكلة الثانية مثلا الدردشات في الواتساب او غيره، يعني القائمة حقت الريموت تطلع يعني كل شوي. المهم مشاكل كثير، مشاكل كثيرة الروت. والسبب هذا كله، هذا الذي يشرحه ان هذا البرنامج يحتاج روت وما يحتاج روت. المهم انا راح اختصر الموضوع. هذا البرنامج الذي يقول انه ونزل دروس انه يهكر الرقم السري، فانا اقول انت كاذب، كاذب، كذاب. وانا اتحداه يثبت ان هذا البرنامج فعلا يجلب الرقم السري للواي فاي. راح نجرب يعني. انا اقول هذا البرنامج نعم يجيب الرقم السري للواي فاي، لكن الذي انت متصل به مسبقا، الشبكة اللي انت متصل فيها مسبقا يجيب الرقم يعني حقتها. اما الشبكة الذي لسه ما انت ما اتصلت فيها ما يجيب. على سبيل المثال انا راح اجرب عشان يكون الدرس واضح. هذه الشبكة الاولى اللي عاصف انا متصل فيها مسبقا، يعني راح اجرب اشوف يجيب الرقم السري. دقيقة خلينا نشوف. فعلا بجيب الرقم السري. ليش؟ لانه انا متصل في الشبكة هذه مسبقا يعني. طيب اذا كنت متصل بالشبكة مسبقا ما في داعي تنزل روت وتخرب جوالك عشان تجيب الرقم السري. فعلا جاب الرقم السري الذي هي بي اي كي 225558. هذا الرقم السري يعني. طيب خلينا نجرب على الشبكة الثالثة. الثانية برضو انا متصل فيها. الثالثة الذي هي احمد رجبوت، يعني الثالثة. خلينا نجرب علشان يوضح الدرس للكذابين الذي يشرح هذا البرنامج ويخلي الناس تعمل روت الجوال وتخسر جوالاتها. اتقوا الله في العالم. هذا الروت مشكلة في الجهاز، هذا الروت مشكلة في الجهاز. كل شوي منزل واحد درس هذا البرنامج يهكر الواي فاي ويجيب لك انت ما يعني الواحد ما قصده الا انه مشاهدات ويستثمر من اليوتيوب فقط. يعني ما يهمه يعني اي واحد يخسر جواله، يرتوت جواله، يدمر جهازه، ما ولا همه. لا حول ولا قوة الا حسبي الله. شوف اسباب فشل الاتصال، حاول يقترب من ليش ما جاب الرقم السري؟ لانه انا ما اتصلت بهذه الشبكة مسبقا. معناته انت يلي منزل البرنامج وتقول انه برنامج يهكر 100%. كذاب انت 100%، انت كذاب 100%. على العموم انا ما ابغى اطول عليكم الشرح. بالنسبه لهذا ما في برنامج يحكر الواي فاي. خذوها قاعده عشان يعني الواحد ما يروح يقلب وينزل روت للجوال ويرتوت الجوال وهذا. ما في برنامج، انا اقول ما في برنامج يهكر شبكه الواي فاي ويجيب الرقم السري الا طريقه واحده فقط، الذي هو الحين بشرحها. يعني تدخل الضبط
دخلنا على الواي فاي، تضغط على هذه الخيارات فوق، يعني الثلاث النقاط هذه خيارات، تضغط زر ضغط ويبس، زر ضغط ويبس، وتضغط على نفس الزر الموجود في الواي فاي، نفس الزر مكتوب عليه زر، مكتوب عليه ويبس، يعني نفس الزر، تضغط الاثنين مع بعض، تضغط هنا مثل كذا وتضغط على الزر في الواي فاي نفس الزر ويبس. بهذه الطريقة يتم الاتصال عبر الواي فاي من الواي فاي إلى الجوال فقط. أما أن هذا البرنامج الذي هذا البرنامج ويحتاج روج ويحتاج هذا، فهذا كذب ولا تصدقون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتابعونا في شرح جديد. وأنا مستعد لأي استفسار، أي استفسار، أحد عنده استفسار يحط في تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.